بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وأكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراة نادي الزمالك اليوم أمام فاركو في تمام الساعة 9 مساء. مباراة مهمة جدا جدا لنادي الزمالك، خصوصا بعد تعثر النانوس الأحمر مع غزل المحلة وافتقاده لأهم 3 نقاط في الدوري في الوقت الحالي. وبعد كمان عنده مباراة ممكن ترجعه للمنافسة مرة أخرى، المباراة الملغية اللي هو كان في الجولة الثالثة كان باقي الأهلي. كمان بيراميدز بالأمس الراجل بيخسر من مودرن سبورت 2-1 في مفاجأة مدوية ومفاجأة مهمة جدا جدا. كرونوسلافيو ريتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز في الوقت او في الدوري الحالي ما عندوش اي حاجة فنية يقدمها للفريق زوادة، وبالتالي على إدارة بيراميدز انها تغير المدير الفني كرونوسلافيو ريتشيتش فورا. ده من وجهة نظري المتواضعة جدا، لان الراجل ما عندوش حاجة يضيفها للفريق بعد الموسمين الماضيين اللي قضاهم مع الفريق. خلينا نتكلم معاك بالنسبه لمباراه نادي الزمالك اليوم واهميه المباراه. انت اليوم لو خدت ال3 بونت، خصوصا وان النادي المصري هو متصدر الدوري بفارق الاهداف ما بينك وما بينه، انت اليوم لو ربنا كرمك وكسبت ال3 بونت والنادي المصري تعادل او حتى خسر المباراه، فانت كده تركب الدوري من بدري، وان شاء الله الدوري يكون زملكاوي. هكلمك بالنسبه لغيابات نادي الزمالك واقول لك احمد حمدي اولى الغيابات، واحمد ربيع ومحمود جهاد. كمان عندنا غيابات سيف الدين الجزيري والمهدي سليمان عبد الحميد معالي وعمرو ناصر وكمان محمد السيد. دول 8 غيابات بتضرب نادي الزمالك، غيابات مهمه جدا جدا. على ذكر احمد حمدي، خلينا اقول لك ان استبعاد احمد حمدي طوال ال4 مباريات اللي فاتت او ال3 مباريات اللي فاتت هو بالنسبه للتجديد، ونادي الزمالك هو الطرف الوحيد في ازمه احمد حمدي، وهو المتسبب الاول والوحيد في استبعاد احمد حمدي من المباريات. خلينا اقول لك ان احمد حمدي حاليا لا يعاني من اي اصابه. في بعض الناس بتطلع تقول لك احمد حمدي مصاب، لا، احمد حمدي كان عنده شد خفيف في العضله الاماميه، والراجل تم الشفاء بسلام الله من الاصابه. وفي الوقت الحالي اداره الزمالك بتحاول تضغط على اللاعب انه يجدد بالثمن اللي الزمالك عاوزه. الراجل عاوز مبلغ كبير او مبلغ يساوي المبلغ اللي بتاخده الصفقات في الوقت الحالي. فكل التوفيق لجون ادوارد باذن الله، والتجديد لاحمد حمدي، لانه واحد يعتبر من العناصر المهمه لنادي الزمالك في الاونه الاخيره، وبالذات انه طبعا هو راجل مكسبك كاس الكونفدراليه الافريقيه بهدفه المبهر امام نهضه بركان في النهائي في القاهره. فده بالنسبه لغيابات نادي الزمالك وتجديد احمد حمدي. خليني اقول لك بالنسبه لارض نادي الزمالك والتطورات اللي حصلت. بالامس وزاره الاسكان كانت اعلنت بيان بتؤكد فيه سلامه الاجراءات المتخذه ضد نادي الزمالك وفي الارض وسحب الاراضي من نادي الزمالك بمدينه حدائق اكتوبر. الزمالك كده نقدر نقول عليه يا رحمن يا رحيم. ليه يا باشا؟ تقدر تقول الزمالك مات رسميا. ليه؟ الزمالك واخد 500 مليون جنيه من رجال الاعمال. طب ليه واخد ال 500 مليون جنيه قبل ما اصلا يعمل حاجه او قبل ما يتعدى ال1% من المشروع؟ الزمالك اخد 500 مليون جنيه من رجال الاعمال، وده لانه وعدهم بانه بعد الانتهاء من المشروع او بعد الانتهاء من فرع النادي هيأجر لهم محلات، وبالتالي هم ياخدوا المحلات بعد ما تتنشئ، بس في البدايه يدفعوا مقدم التعاقد. ولكن الزمالك يخفق في وعوده، ورجال الاعمال في الوقت الحالي بتطالب بفلوسها. فانت كده غرقان في الديون يا معلم. كمان غير ان انت بعت اكتر من 3% او اكتر من 2% من الارض لرجال الاعمال اخرين، فانت كده مطالب بان انت تسدد الديون بتاعتك للحكومه المصريه. فانت غرقان في الديون يا معلم، اكتر من مليار جنيه ديون. فهنشوف اكتر من 100 مليون جنيه ديون. فهنشوف خلال الفترة اللي جاية الزمالك هيعمل ايه في ازمة ارض 6 اكتوبر. والحل الوحيد ان الزمالك يناشد سيادة الرئيس ومعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانه ده نادي كبير ونادي ومؤسسة رياضية مصرية كبيرة افريقية وعربية، وما ينفعش اللي بيحصل معاه، ولابد من اتاحة الفرصة للزمالك مرة اخرى، لانه يعتبر من احد الاندية الكبرى في الخليج العربي وحتى العرب الافارقه. فده بالنسبه لارض اكتوبر. والحاجه اللي ممكن الزمالك هي الحل الوحيد ان انت تناشد سياده الرئيس.
خلينا اتكلم معاك بالنسبه لي غنام محمد لاعب نادي مودرن سبورت وميزان خط الوسط. ميزان خط الوسط بالامس طبعا احرز هدف عالمي في نادي بيراميدز، الراجل من تصويبه مهمه جدا جدا احرز هدف عالمي. خليني اقول لك ان الراجل دخل اهتمامات نادي الزمالك لضمه في يناير، وتم بالفعل التواصل مع اللاعب من قبل وكيله، واللاعب ابدى ترحيب مبدئي بالتعاقد مع نادي الزمالك. اللاعب عنده 26 او 27 سنه عفوا، بيلعب في مركز خط الوسط 8 6 و8، مراكز 6 و8 مهمه جدا جدا. الزمالك يدعم بالخطوط دي لانها محتاجه لعيبه صغيره في السن عندها قدرات بدنيه كبيره جدا جدا، وده اللي بيتميز فيه غنام محمد. فهنشوف الزمالك هيقدر يخلص الصفقه في يناير ولا مش هيقدر يخلص الصفقه، وهنتابع معاكم اخر التطورات لحظه بلحظه في صفقه غنام محمد. خلينا نتكلم معاك بالنسبه لعوده طارق حامد لنادي الزمالك في يناير. حاليا المسؤولين في نادي الزمالك عارفين ومتاكدين ان الراجل عاوز يرجع لنادي الزمالك، وفي معلومه مهمه جدا جدا وصلتنا خلال الساعات اللي فاتت ان طارق حامد عنده عروض كبيره من الخليج العربي، ولكن الراجل مستني عرض نادي الزمالك بفارغ الصبر. الزمالك لو ما قدمش عرض للاعب فهيرفض كل العروض الخليجيه، والراجل هيعتزل في سن 36 سنة. طيب المسؤولين في الزمالك حاليا عارفين ان اللاعب عاوز يرجع زي ما قلت لك. اللاعب او الناس في الزمالك قالوا للاعب وابلغوا اللاعب ان انت لو عايز ترجع فالتعاقد هيكون لمدة موسم واحد، وده تكريما ليك ان انت احد اساطير نادي الزمالك في خط الوسط، هيكون لمدة موسم واحد. وبالنسبة لموضوع الماديات او الامور المادية فده هيكون مختص بالزمالك بس، انت مالكش دعوه بالموضوع. انا هكتب لك في العقد سواء مليون سواء 10 مليون اللي انا هكتبه وانت هتاخده. وتقريبا الزمالك هيراضي طارق حامد ماديا لانه بيقدروه، الناس في الزمالك بيقدروا طارق حامد وامكانيات طارق حامد، وعلى الاقل نجيبه حتى يساعد مع دونجا لانه افضل من دونجا بكل المقاييس، وبالرغم من كبر سنه، بالرغم من كبر سنه. فده بالنسبه لطارق حامد واللي بيحصل فيه. شكرا لكم في النهايه على حسن الاستماع، واتمنى انضمامكم لعائلتنا عشان نوصل 200 مشترك في اقربك. شكرا لكم، السلام عليكم.